معسكر غريمي كان بعنوان محدش مواعي ظروفنا والرايح والجاي بيظروفنا. ده احلى عنوان ممكن تلاقيه على معسكر غريمي. معسكر غريمي لعب 4 مباريات كلهم ضحك. لعب مع اورنج درجه ثالثه، لعب مع فريق اسمه رع طالع من الدرجه الثالثه درجه ثانيه، لعب مع الشمس طالع برضه من الدرجه الثالثه لدرجه ثانيه وجاب فيه 4 تجوان بسكواد كامل من الزمالك. لعب بقى مع فريق واحد من الدوري المصري وادي دجله خسره 1-0. يا جماعه احنا لازم نفتح موجه كوميدي من تاني، في ضحك غريمه هيقدمه السنه دي لابعد الحدود. على الناحيه الثانيه بقى خناقه دايه بين الترجي التونسي والافريقي التونسي، ما بين بنزرتي والملعب التونسي. ده يقول له انت شلت 4، وده يقول له لا انت شلت 5. طب على الاقل انا رحت لعبت وانت خفت تلعبه. تشوف عظمه الاهلي وقوه الاهلي في عين الناس دي كلها. كل واحد يقول له لا يا عم انت جايب لي فريق بطل افريقيا، فريق جاي من كاس عالم. تشوف عظمه الاهلي في الكومنتات والحاجات بصراحه تقعد وتتكيف. تشوف قوه وعظمه الاهلي في الكومنتات بتاعت الناس، اللي خاف يلعبك واللي جه يلعبك وشال 5 وشال 4. انا حاسس والله اعلم كده ان الموسم الجاي للاهلي ده هيبقى موسم للتاريخ.